واش عمرك شتي جمهور دوله بعيده على المغرب وكيشجع فيها بحال هي المنتخب ديالو؟ فيفا ماروكو فيفا ماروكو تيموت على المغرب راه ما يمكنش انا راه مزوج حيدتك وعليكم السلام. قول من هذا المنبر les digo a los mexicanos que los marroquíes les tenemos el mismo amor y respeto. هادشي بالضبط اللي واقع دابا في المكسيك. الاف الجماهير المكسيكيه لابسين التونيات ديال المغرب وهازين درابو ديال البلاد وكيهضروا غير على بونو، حكيمي، دياز وباقي اللاعبين. ولكن المفاجاه الكبيره هو انه كاين واحد السبب قديم وخطير اللي مخلي المكسيكيين يتمناو المغرب يقصي هولندا باي ثمن. شنو هو السبب وعلاش واحد العباره اللي في العمر ديالها اكثر من 10 سنين رجعت كتردد بقوه في هذه المواجهه؟ هادشي اللي غادي نعرفوا في هذا الفيديو. خليك معايا حتى الاخر حيت القصه غادي تفاجئكم. من بعد الانجازات التاريخيه اللي حققها المنتخب المغربي ولات الصوره ديال الاسود كبيره في العالم كامل، ولكن اللي واقع دابا في المكسيك كان استثنائي. فين ما ولات كتمشي البعثه المغربيه كتلقى واحد الاستقبال حار وتصفيقات وطلب صور تذكاريه مع اللاعبين والهتافات باسم المغرب، وعدد كبير من الجماهير المكسيكيه ولات كتوافد على شراء القميص ديال المنتخب الوطني وكيلبسوه بكل فخر، وحتى من الاطفال ديالهم ولاو حافظين الاسماء ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كتسمعوا ما كاين غير بونو ودياز وحكيمي وكتحس بهم انهم كيشوفوا في اللعابه ديالنا بحال اللعابه ديال المنتخب الوطني ديالهم هما. هاد المشاهد هادو خلاو بزاف ديال الناس كيتسائلوا علاش المنتخب المكسيكي كيحب المغرب حتى لهاد الدرجه هادي، والجواب ماشي سبب واحد. كاين الاعجاب الكبير بالمستوى ديال المنتخب المغربي، ولكن كاينه كذلك قصه عمرها سنوات رجعت الحياه من جديد. القصه كترجع لكاس العالم 2014 بالبرازيل، وبالضبط في الثمن النهائي فاش كان تواجه المنتخب الهولندي مع المنتخب المكسيكي. الماتش كان شاعل والمكسيك كانوا قراب من واحد الانجاز اللي هو تاريخي في كاس العالم، ولكن في الدقائق الاخرى في الوقت الميت، الوقت بدل الضائع، غطروا واحد الحاجه اللي ما كانوش كينتظروها المكسيكيين كاملين. الجناح الطائر ارين روبن غادي يطيح في الكاري دي زويت وغادي يتحايل على لاربير، وبالفعل غادي يعطيه واحد البيلانتي في الوقت الميت في الدقيقه 92. وهولندا سجلوا ديك ضربه الجزاء وقدروا بداك الهدف يقصيو المكسيك ويتاهلوا هما بواحد الطريقه اللي كانت مؤلمه للجماهير المكسيكيه. ولكن المشكله ما كانش هنا في الاقصاء، المشكله ان جميع المحللين في ذاك الوقيته اتفقوا على ان هذيك ضربه الجزاء ماشي ضربه جزاء، وان ارين روبن تحايل على الحكم في ديك الطيحه، وان القرار كان ظالم للمنتخب المكسيكي. ومن ثم تزادت واحد الجمله شهيره هزات المكسيك كامل، الا وهي نو ايرا بينال، يعني ما كانش ضربه جزاء. هاد العباره هادي ولات رمز عند المكسيكيين، ووقت ما يشوفوا الهولنديين كيبقاو عليهم نو ايرا بينال نو ايرا بينال، ما تسرطاتش ليهم، وكيرجعوا يذكروهم بديك اللقطه اللي كانوا عاشوا في المونديال واللي كتعتبر اكبر ظلم عاشوه في المونديال. واليوم بعد اكثر من 10 سنوات رجعت عاوتاني هذه القصه تحيه من جديد مع وصول عدد كبير من الجمهور الهولندي واستقبلوهم عاوتاني بهذه العباره نو ايرا بينال نو ايرا بينال. وكأن الزمن رجع بهم ل 2014 وما بغاوش يخليو هذه الفرصه تدوز بلا ما يحتجوا ويوصلوا صوتهم للعالم كامل انهم كانوا هما المظلومين في 2014. هادشي اللي خلى عدد كبير من الشعب المكسيكي كيصرح للاعلام ولصناع المحتوى انهم غادي يشجعوا المغرب في هذا الماتش. Y por su parte también Marruecos que reconoce las capacidades del poderío de cada una de las superestrellas de la selección anaranjada. Si les parece vamos a escuchar lo que se dijo en las conferencias de prensa del día -1. لانهم باغيين يشوفوا هولندا كتقصى وكيشوفوا في المنتخب المغربي انه قادر يقصي لهم هذا المنتخب، ولكن راه ماشي الانتقام بوحده هو السبب ديال تشجيع المكسيكيين للمنتخب المغربي، حيت بصح المكسيكيين معجبين بزاف بالطريقه اللي كيلعب بها المنتخب المغربي في الماتشات ديالو. شافوا واحد المنتخب اللي كيلعب بالروح وما كيستسلمش، خصوصا داكشي اللي كانوا شافوه في قطر فاش وصلنا للدومي فينال ديال كاس العالم، وشافوهم كيفاش كيتقاتلوا حتى لاخر دقيقه. هذه الروح هذه هي اللي خلات المغرب يربح واحد الاحترام كبير في العالم كامل، والمكسيكيين كيشوفوا في راسهم في هذه العقليه هذه، كيشوفوا في منتخب كيتقاتل من اجل القميص وما كيخافش من حتى شي منتخب كبير، ولهذا السبب ولاو كيشجعوا في المنتخب المغربي كانه المنتخب الثاني ديالهم. حتى من مواقع التواصل الاجتماعي ديال المكسيك ولاو عامرين غير بالدرابوات ديال المغرب والتونيات ديال المنتخب والتعاليق اللي كتمنى الفوز ديال المنتخب المغربي. وكاين حتى بعض المشجعين اللي قالوا بالحرف انه في حاله الا خرجت المكسيك فالمنتخب المغربي هو المنتخب ديالنا، وهذا اعتراف كبير بقيمه المنتخب المغربي في العالم. ودابا الدور عليكم، واش بالنسبه
عليكم المشجعين المكسيكيين كيشجعوا المنتخب المغربي حيت كيذكرهم بالقصه ديال نو ايرا بينال، ولا كاين سبب كبر الا وهو الاحترام ديالهم للمنتخب المغربي بعد تحقيقه الانجازات الكبيره ديالو. الا وصلتي حتى لهنا ما كرهتك تكتب لي التعليق ديالك وتفعل داك الجرس باش يوصلك اخر الاخبار واخر المقاطع ديالنا. والله الوطن الملك وديما مغرب.